مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة الموعد السياسي. تأتيكم هذا المساء على الهواء مباشرة. أستخلف فيها زميلي يحيى استثناء هذا الأسبوع. نواصل إذن من خلال حصتنا لهذا المساء قراءتنا للمشهد السياسي الجزائري وتبعات الإعلان عن ترشح بوتفليقة. يسعدني هذا المساء إذن أن أستقبل معي عبر الهواء مباشرة إذن الأستاذ محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد، الذي سينضم إلينا بعد قليل عبر الهاتف. يسعدني أيضا أن أستقبل معي في البلاطو هنا السيد حسين جيدل، وهو الأنثروبولوجي والناشط السياسي. كما سينضم إلينا لاحقا أيضا كل من سيد الأخضر بن خلاف، النائب عن الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، بالإضافة إلى السيد عمر بن شنوف أو جمال بن شنوف عفوا، الذي سينضم إلينا أيضا عبر الهاتف. كما تابعنا إذن حسين جيدل عفوا، المشهد السياسي في الجزائر يأخذ في تسارع كبير، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في 17 أبريل. تم الإعلان إذن عن ترشح بوتفليقة. رأينا الصيغة التي أعلن فيها ترشح بوتفليقة، صيغة الوكالة والعنعنة. مع عبد الملك سلال يعلن عن ذلك إذن من وهران، سابقة من نوعها، ليست في الجزائر فقط، أظنها في العالم. أظن أنه سي حسين جيدل يقول الكثيرون لم تنزل الجزائر للأسف إلى هذا المستوى الذي نعيشه حاليا. فعلا إنها سابقة خطيرة في تاريخ البشرية، أقول يمكن، وفي تاريخ الجزائر. إنها حسب تعبيري انحدار لم يكن يتصوره أي جزائري حر، أي جزائري يفتخر بانتمائه لهذا البلد، لبلد 1.5 مليون شهيد. انحدار يعتبر مهزلة، يعتبر إمعانا في إذلال الشعب، احتقارا لذكاء الشعب. عندما يترشح رئيس لا ندري منذ 20 شهرا هل باستطاعته أن يتكلم، أن يتحرك، أن يفكر جيدا، وينوب عنه في ذلك رئيس وزراء يصرح من مدينة وهران ويجوز من الجزائر. لكن نظرا للحساسية الموجودة الآن، الكثيرون يظنون أن اختيار وهران مقصود لأنها عاصمة الجهة التي ينتمي إليها بوتفليقة، وبهذا فيها تكريس للجهوية. يعني مش فقط الاختيار جاء، مش فقط الإعلان جاء من رئيس حكومة اللي مفروض أنه على رأس جهاز تنفيذي، مفروض نعم. أنه راح يكون عضو اللجنة التقنية لتحضير الانتخابات. فضلا عن ذلك نعم جاء من منطقة التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، والتي كرسها من خلال الترقيات والتعيينات مبدأ الجهوية كمبدأ في إدارة دفة الحكم. إذن أقول أولا إنها التصريح الذي جاء عن طريق سلال، أن سلال ارتكب فيه كذبتين كبيرتين باسم الشعب، وحاول زج بهذه الكذبتين الشعب الجزائري. أولا يقول بأن السيد عبد العزيز بوتفليقة هو الذي كتب الرسالة، ويقول إلى يكري lui-même vous avez reconnu son style. بوتفليقة هو الذي كتب هذه الرسالة. 17 خطأ في الرسالة يقال. لا، 11 خطأ في اللغة العربية. ولا أظن أن بوتفليقة يجهل القواعد البسيطة في النحو العربي وفي اللغة العربية. فالرسالة، وهي الرسالة التي أرسلها بمناسبة يوم الشهيد، وأذيعت نشرتها جريدة جبهة التحرير صوت الأحرار، فيها 11 خطأ لغويا. وكما أن الرسالة ظاهرة من خلال التركيب الجمل أن الرسالة كتبت بالفرنسية ثم ترجمت إلى العربية. فعندما يقول vous avez reconnu son style, c'est lui-même qui a écrit ça. لماذا الكذب وهذا التملق؟ والرسالة نفسها تقول عكس ذلك. والشيء الثاني، عندما يقول أن ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة جاء نداء أو تلبية لنداء الشعب عندما كان
يذهب في الولايات، وأنه التقى بالشعب الجزائري. قاطعك لأنه ذكرتني في نقطة مهمة هنا. كان يقول سلال أنه، أو قبل ما يقول سلال، الحجج التي تعودنا عليها مثلا في دعم ترشح بوتفليقة في العهدات السابقة، من بين تلك الحجج التي كانت تقال أنه دعم الإنجازات واستكمال إنجازات فخامته وإنجازات الرئيس. الآن صرنا نتكلم الآن عن أنه كل المواطنين عبر زيارات الوزير الأول يطالبون ويلحون بترشيح بوتفليقة. أولا هذه ثاني كذبة. لماذا؟ لأن رأينا الاستقبال الذي كان يحظى به سلال في الولايات عندما كان الشعب ينتفض رافضا وجوده في عدة ولايات، وكانت تحيط به شرذمة أو مجموعة من المواطنين كان يجبرون على المجيء للتصوير فقط. إذن هذه الكذبة الثانية. والكذبة الثالثة أنه عندما كان يوزع تلك الأموال التي كان يوزعها في الولايات، ولم يقل بأنها تمهيد لعهدة رابعة، وإنما يقول إعادة بناء بناء وتمويل مشاريع غير ذلك. أما بالنسبة لسؤالك سي مقران، لأن الإنجازات التي كانوا يتكلمون عنها كل يوم تظهر بأنها إنجازات وهمية. طريق سيار كل مرة ينهار جزء، رغم الأموال الضخمة التي نهبت في هذه المشاريع. كل المشاريع أكثر من 700 مليار دولار صرفت منذ مجيء بوتفليقة الآن، والنتائج هزلية بل كارثية في جميع الميادين. في جميع الميادين نتائج كارثية. ما عندنا لا مستشفيات ولا مدرسة. جامعاتنا صنفت بأسوأ الجامعات، يعني الصومال اللي ما عندهمش دولة الجامعات نتاعهم صنفت أحسن من الجامعة الجزائرية. المستشفيات اللي ظلوا يكذبوا، رئيس تاعهم يروح يستشفى في الخارج. ساوزين الآن ممكن أنت الآن تعدد أنه الأمور التي ممكن أنها تحصى وتسجل على حقبة بوتفليقة التي إذا كان فيها على سدة الحكم أكثر من 15 سنة، يعني 15 سنة تقريبا، مع 17 أفريل 3 عهد متتالية. البعض يقول أنه نحن لسنا حتى في مقام الحديث الآن على حصاد ونتاج 3 عهد من حقبة الرئيس بوتفليقة. الآن نتحدث على شيء آخر تماما، عن رئيس مقعد مريض لم يظهر منذ فترة طويلة جدا. نعم. الكثير يتحدث أن الرسالة التي كتبها أنه مش هو اللي يكتبها. نعم. إعلانه لترشح الانتخابات، نعم لحظة، الإعلان لترشح الانتخابات لم حتى هو مش هو اللي قام به، رئيس حكومة قام به. الآن بعض يتحدث الآن عن أنه رئيس جمهورية ممكن يكون مرتهن من طرف قطب من أقطاب السلطة. يتحدث البعض عن أخوه في مواجهة قطب آخر. يعني الآن لسنا حتى في صدد الحديث على المنجزات. ليست لنا معلومات دقيقة تقول عكس ذلك. يا أخي، لما يكون الإنسان عاجز عن القيام بيومياته بما يستدعيه يومه من نشاط، هذا إنسان في القانون وفي المتعارف عليه. هل نتحدث عن ارتهان الرئيس؟ احتمال كبير أن يكون الرئيس، بعض يقول ما على بالوش حتى أنه رشح ولا ما رشحش. يمكن أن نذهب لما يكون الغموض إلى هذه الدرجة، لما يكون رئيس غايب وناس يتكلمون باسمه، فنحن نطلق العنان ونطلق نفتح الباب أمام جميع التخمينات. من كان يظن بأن الجزائر تقوم بمهزلة من هذا الشكل، رئيس يترشح وهو مقعد ويترشح ودون أن يصرح عن ذلك بنفسه. فإذا كل شيء ضد تهضر مع الجزائري يقول كل شيء ممكن. شكون يقول بلي راه حي؟ كاين واحد قال لي البارح شكون يقول راه حي؟ حتى يعني الناس ذهبوا إلى أبعد ما يمكن. مهزلة. إذا مهزلة تفتح الباب أمام كل التخمينات وكل الاحتمالات. استقبل معي الآن على المباشر سي محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد. سي محمد العربي، هل تسمعني؟ لا أدري إن كان سي محمد العربي يسمعني. نعم أسمعك. سي محمد العربي، سمعت ممكن الأخ حسين جيدل يعتبر أن ما يجري مهزلة، وأن الجزائر نزلت إلى مستوى لم يشهد له تاريخ الجزائر مثال، ونحن الآن نتحدث عن سابقة مش فقط في تاريخ الأمة الجزائرية بل في العالم. إلى أي مدى تشارك هذا الطرح سي محمد العربي؟ هو باختصار
باختصار بسيط، لو الناس شاهدوه في فيلم هندي، ونحن نعرف كم أن الأفلام الهندية فيها كثير من الأفكار الخارجة عن المنطق وعن العقل، لما صدقوا أن الجزائر في 2014 بعد 52 سنة من الاستقلال ليس فقط يترشح لها إنسان مقعد عمره 77 سنة عنده كثير من الأمراض، ونحن طبعا دائما نتعاطف مع المريض أي كان، ولكن أن يترشح ولا يسمع له الناس صوتا، أن يترشح ولا يستطيع أن يقف على رجليه، أن يترشح وهو ربما لا يعلم أنه ترشح، وحتى إن كان يعلم فهو يريد أن يموت في السلطة. هناك مهزلة كبيرة، مسخرة كبيرة، يعني لم تعد الكلمات تجد لها إمكانية لوصف ما يحدث. وكأن الجزائر هذه عاقرة، وكأن الجزائر هذه لم تلد آخرين، وكأن الجزائر هذه اللي شباب في 54 وكانوا أعمارهم في الغالب في بداية العشرينات وإلى نهاية أو منتصف الثلاثينات هم اللي أخرجوا أكبر قوة استعمارية امبراطورية عرفها ربما التاريخ في القرن التاسع عشر والقرن ونصف الأول من القرن العشرين. هؤلاء الآن لا يسمحون لشباب آخرين. الآن كثير من الشباب في منتصف العشرينات، في نهاية العشرينات، في بداية الثلاثينات ليس لهم شغل، ما عندوش وظيفة نهائي، متخرج من الجامعة عنده 5 سنين 7 سنين 10 سنين، ربما يبيع الخضرة في الشارع في أفضل الحالات، أو يدير طرابندو، أو عايش مع المخدرات باش ينسى همه. مهزلة لأن الذين قالوا لنا أنهم شاركوا في حرب التحرير، وأكثرهم لم يفعل في الحقيقة، وإنما هو مزور ومزيف، في الحقيقة ورثوا الكولون، ورثوا عقلية الكولون، ورثوا تفكير الكولون. وقد قالها أحدهم قبل أيام وهو جنرال، قال من أننا نحن آخر الأقدام السوداء، نحن الذين نحافظ إذا شئنا على الإرث الاستعماري في الجزائر. هؤلاء اليوم، وبوتفليقة على سبيل المثال يأتي من سنة 62، في 62 كان وزير لما كان عمره 25 سنة، الآن وهو 77 سنة، وفي هذه الأوضاع يقال لنا أنه يريد أن يكون رئيس. أنا لا ألومه بقدر ما نلوم أنفسنا، كيف نحن كشعب جزائري كان يضرب بنا الأمثال أن نصل إلى هذا الوضع المزري والبائس حقيقة. سي محمد العربي، هذا الشباب الذي تحدث الآن عنه الآن رأيناه اليوم صباحا أمام ساحة البريد المركزي، وهو يرفع الشعارات يقول فيها لا لحكم بوتفليقة، لا لحكم وجدة، ولا لحكم الديراس. يبدو أن الشباب هذا وصل إلى مستوى من الوعي، أعاد موضوع الحديث إلى موضوعه الأصيل وموضوعه إذن الحقيقي، ألا وهو حقيقة الشرعية في الجزائر، وأن الموضوع لا يتعلق بعهدة رابعة لبوتفليقة وبخلاف بينه وبين التوفيق على هذه العهدة، بقدر ما يتعلق بحقيقة النظام الجزائري واستمراره مع كل هذا الهرج الذي أو كما يصفه الكثيرون. هل هذا الشباب سي محمد العربي أوعى من الطبقة السياسية الجزائرية؟ أوعى بكثير، وأكثر من أنه أوعى، أصدق بكثير. صدق حقيقي يعبر عنه هذا الشباب اللي فاهم وعارف أنه في نهاية المطاف الشعب الجزائري اللي افتك استقلاله بقوة وبتضحيات بالملايين، وجاء دبابات جيش الحدود في 62 وخطفتها منه، عاد هذا الشعب نفسه واسترجعها في انتفاضة 5 أكتوبر المجيدة، وأسقط النظام اللي بني آنذاك، وأراد أن يقيم نظام للشعب الجزائري، نظام يكون لشعب حر مستقل كريم عزيز غني في بلده. ولكن عادوا ليس فقط نظام وجدة ونظام دبابات جيش الحدود، ولكن أوسع وأشر من ذلك وأكثر بؤسا من ذلك، الذين كانوا يوما ما ضباط في الجيش الفرنسي، وأعادوا بناء نظام أشد سوء وأشد قمع. ونحن نعرف أن أصل الانحراف هو الانقلاب في 11 يناير 92. الانقلاب هو الذي فتح علينا أبواب الجحيم، قتل منا عشرات الآلاف، يزيدون عن 200,000، جرح مئات الآلاف، عذب مئات الآلاف، شرد الملايين في الداخل والخارج، وضاع الكثيرين، وكثيرين يعانون من الأمراض بتلك الأسباب، ونهبت أموال الجزائر. هذاك النظام
هو الذي بني في 92 أو أعيد بناؤه بشكل أسوأ في 92، هو الذي، أو الفوضى بصراحة العبارة، هو الذي جاء ببوتفليقة سنة 99. المشكلة ليست بوتفليقة فقط، بوتفليقة مشكلة، بوتفليقة عارض للمرض، مظهر سيمبتوم للمرض. المرض أعمق بكثير، المرض هو نظام متخلف رديء، عقلية كولونيالية استعمارية يتسلط على الشعب الجزائري بالقوة، بالحديد والنار، بالدبابات، بالقمع، بالقتل، بالقهر، بالسجن، يتسلط علينا ثم يأتي بمن يشاء ويذهب بمن يشاء. جاءوا ببوذياف وقتلوه، قبل ذلك أزاحوا الشاذلي بالجديد، ثم جاءوا بزروال وعندما اختلفوا معه كانت مجازر 98 الشهيرة بما فيها في العاصمة وضواحيها، ثم جاءوا ببوتفليقة وهم يعرفون أنه كان رجل الانقلابات ورجل الاختلاسات ورجل الاغتيالات في الستينات، شارك في الاغتيالات في الستينات وشارك في الاختلاسات في الستينات والسبعينات، وكان قد شارك في انقلاب 62 وفي انقلاب 65. جاءوا به لكي يمسح جرائمهم، يمسح مصائبهم، يمسح ما أصابوا به الأمة، ولكي يبيعون أو يبيعوه للغرب على أساس وجه جديد. فإذا به يعبث هو وإياهم بالبلاد، ونحن نعرف ماذا حدث منذ ذلك الوقت. ملايير، مئات الملايير دخلت البلاد تغني شعوب بأكملها، نهبت في أكثرها. النظام اليوم، المشكلة اليوم هذا الذي يسمى نظام، وهو فوضى ورداء أكثر من أي شيء آخر، يجب أن يرحل كل النظام. المشكلة ليس فقط بوتفليقة، وإن كان هو عارض أو هو المظهر البارز والبائس والتراجيدي لهذه العصابات التي تحكمنا. يجب أن يرحل هذا النظام، يجب على الأحرار أن ينتفضوا لوطنهم قبل أن يضيع. المشكلة اليوم يقول سي محمد العربي هي النظام برمته، ليس قطب ضد قطب آخر. الكثير الآن يصور، شفنا حملة كشف فضائح الفساد التي خرجت للعلن مؤخرا بالمليارات، لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال. كانت وراءها ايضا تلك الماكينه التي كثيرا ما كانت تنسب الى حاشيه الرئيس. نتكلم على شكيب خليل، نتكلم على سعداني، نتكلم على عده اخرين كانوا في محيط الرئيس، بل وصلت حتى ان مست الرئيس وسعيد بوتفليقه ايضا. كان وراءها كما يقال المخابرات التي كشفت هذه او ساهمت في دفع بعض الملفات واخراج بعض الملفات، لدرجه انه توفيق صور بذلك الرجل الذي إذن يغار على الوطن وحاول كشف فضائح الفساد، وبذلك هو ضد عهدة رابعة بوتفليقة. هل نحن حقيقة بصدد صراع قطبين، قطب منهما يحب الجزائر ويغار عليها وبالتالي لا يريد تمديد عهدة رابعة لبوتفليقة، أم أن الشأن أعمق من ذلك، هو إعادة هيكلة لبيت النظام إن صح التعبير؟ قلتها مرارا وتكرارا أن الكارثة التي نعيشها والانحطاط الذي نعيشه والمهزلة والإهانة التي نعيشها يتحمل مسؤوليتها الرئيس وجهاز المخابرات DRS. من جاء ببوتفليقة في 99 DRS، من زور له الانتخابات في 99 DRS، والانتخابات في 2004 DRS، من أعانه على انتهاك الدستور والتقدم إلى عهدة ثالثة DRS، والآن يقال بأن DRS نظيف. لا يمكن أن تتم هذه السرقات وهذا النهب وهذه الاختلاسات بدون مباركة أو تواطؤ من DRS. لماذا 15 سنة هذا DRS لم يتكلم عن السرقات في حينها؟ لماذا لم يفضح هذه الملفات؟ لماذا؟ لسبب بسيط، لأن حتى من DRS هناك متورطون في السرقة، متورطون في النهب، وأنا تكلمت على بعض الأمثلة وقدمت ملفات، وهناك ملفات ثقيلة نعم أيضا متعلقة بجنرالات DRS وبضباط DRS، كلهم متورطون في نهب الجزائر، كلهم متورطون في حجرة الشعب الجزائري، كلهم متورطون. وذكرني بقول الشاعر اللي يقول: تفرق شملهم إلا علينا نحن الشعب فصرنا كالفريسة للكلاب. إذن
الصراع الدائر الآن هو صراع على من يبقى في السلطة. توفيق جاء في باله باللي خلاص كراه من توفيق من بوتفليقه 15 سنه يحاول يجيب رئيس اخر ويقعد في الحكم. بوتفليقه ماهوش معروف، رجل كما قال سي العربي رجل الانقلابات ورجل منذ نعومه اظافره، لا يمكن ان يزاح بهذه الطريقه. اذا سيدي هذا الصراع هو صراع على البقاء، والدياراس ليس أنظف من بوتفليقة. جماعة الدياراس أيضا وجنرالات أخرى في الجيش متورطون في النهب، وهم الذين جاءوا به، فهم مسؤولون كما هو مسؤول بوتفليقة بنفسه. وبالتالي إذا أردنا نحن أن نعطي للجزائر نفسا جديدا على هؤلاء أن يرحل على الاثنين أن يرحلا وأن يترك الجزائر، فقد سرق ما فيه الكفاية، وقد نهب وقد تسبب في هذا الدمار الذي نعيشه لحد الآن. 23,000 مفقود، يعني ملايين من البطالين إلى غير ذلك. تفرقت بين الدياراس وبين بوتفليقة. لا أدري إن كان الاتصال قد ربط مع السيد بن خلاف، نائب إذن عن جبهة العدالة والتنمية. هل تم ربط الاتصال؟ إذن في انتظار ربط الاتصال مع السي بن خلاف. نعود لك سي حسين جيدل. إذا كان الأمر كذلك، أنه الأمر أعمق من أنه صراع بين جناح بوتفليقة جناح رئاسي وبين المخابرات، وأنه ليس فقط صراع أقطاب، بل الكثير يتكلم الآن. مثلا أعطيك حتى ندخل مثلا في صلب الموضوع. إذا كان الشعب الجزائري الآن ثبت بكل وضوح وبكل صراحة أنه آخر من يعتد يستشار، أو آخر من يمكن أن يعتبر له قيمة في رسم المشهد السياسي الجزائري، يقول لك البعض على الأقل يا أخي، على الأقل مضي بوتفليقة لعهدة رابعة قد يزيح الدياراس، قد يقل أو قد يفصل الدياراس عن المشهد السياسي الجزائري. أنت كمناضل مثلا أو ناشط سياسي لما تنشد التغيير في بلد كالجزائر، فأنت مثلا مقاومتك إنسان يحكم البلاد تشوفه على التلفزيون، عندك اسمه، عندك صورته، هو أهون من أنك مثلا تقاوم الجهاز مخابرات أو قائد جهاز مخابرات ما يعرفوا حتى واحد، صورته مش ظاهرة إلى آخره. فممكن يقول لك واحد أنه إذا كان بوتفليقة خدمة يؤديها لهذا الشعب الذي للأسف لا يسمع له ركزا كما يقال، فعلى الأقل بوتفليقة قد يخلصنا من الدياراس. نعم، سمعت هذه، وقال اتصل بكثير من الإخوان المعارضين وعرضوا علي هذه الفكرة، وقالوا لماذا لا تكون عهدة رابعة إذا كان بوتفليقة يمكن أن يقضي على الدياراس، وأن الدياراس فعلا هو البوليس السياسي، هو الآلة التي حطمت الجزائر والتي كانت تخنق الشعب الجزائري. هم الذين كانوا يتابعون البطالين والحقوقيين والصحفيين والمخلصين من أبناء هذا، ويعطون جميع الأمن والأمان للسراق وللصوص ولناهبي المال العام. يعني البطال لما يتظاهر يهزوه يديوه ويعذبوه ويهينوه، واللي يسرق في الأموال والملايير لم نرى لحد الآن رجلا قد تقدم به أمام العدالة ونال العقاب تاعو. إذن يعاقب من ينادي بالحرية، من ينادي بواجباته بحقوقه. إذن العودة لهذا السؤال، ما ننساش باللي أن تفكيك الدياراس مؤخرا لا يعني نهاية البوليس السياسي. البوليس السياسي الذي همه الوحيد هو مراقبة الشعب وليس مراقبة الحدود أو مراقبة نعم. استكمل معك هذه الفكرة المهمة والمحورية في فهمنا لهذا المشهد، لكن أمر قبل ذلك إلى السي الأخضر بن خلاف الذي تم ربط الاتصال معه. سي الأخضر بن خلاف، مرحبا بك. سي الأخضر بن خلاف، تسمعني؟ نعم. سي الأخضر بن خلاف، لا أدري إن كانت الصور عن مظاهرة
هذا الصباح للشباب البطال وثلة من الناشطين السياسيين والحقوقيين قد حضرت. ممكن الأخ التقني يظهرها. سي الأخضر بن خلاف، أنت أكيد تابعت معنا كما تابعنا احنا نفس يعني ذلك القمع وحجم القمع الذي جوبهت به هذه المظاهرة اليوم صباحا أمام ساحة البريد المركزي في الجزائر. الشباب اعتقلوا، ضرب بالهروات، قمع شديد جدا. وكانت من بين الشراع، أكيد كانت المظاهرة تحت شعار كلنا للمواطنة ولدعم الحريات، وكانت من بين الشعارات التي رفعت القول مثلا لا مع وجدة ولا مع الدياراس. هل الشباب الجزائري الآن أثبت أنه أوعى من الطبقة السياسية، خاصة لما نسمع واحد كما سعداني مثلا الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يتهجم فيها ويكشف عن حقائق أكيد لم يأتي بجديد، ولكن حقائق كان يقولها الكثير من المعارضين ولم يقولها لما قالها إلا من أجل أن يدافع عن جناحه الجناح الرئاسي كما يقول البعض. هل هذا الشباب سي بن خلاف هو أوعى من الطبقة السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو فعلا كانت احتجاجات اليوم امام البريد المركزي وامام البرلمان. امام البرلمان كان الشباب الذين يعملون بعقود ما قبل التشغيل. هؤلاء عددهم حوالي 800,000، وهم اليوم يطالبون بمنصب عمل كما وعدوهم في كثير من المناسبات، وخاصة الآن بمناسبة الانتخابات الرئاسية. وعندما لم ينفذوا وعودهم التي تقدموا بها في كثير من المرات، كان آخرها يوم سابقنا في البرلمان على قانون سندات السفر، حيث قال وزير العدل سندمج كل أصحاب العقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل. ولكن للأسف الشديد أن الحكومة تتحرك فقط بمناسبة الانتخابات، وهم يقومون اليوم بحملة انتخابية مسبقة لصالح الرئيس المترشح. وعندما رأى هؤلاء الشباب بأن الوعود هذه لم تتحقق وهي مجرد وعود فقط، وخافوا على مصيرهم وأن لا تتحقق مثل هذه الوعود، خاصة ونحن اليوم في الحملة الانتخابية المسبقة، جاءوا وتظاهروا اليوم كي يطالبوا بحقوقهم، ولكن قوبلوا بمواجهة كبيرة من طرف أعوان الأمن بالضرب والاعتقال إلى غير ذلك. حتى هناك من النواب من تقدم لهؤلاء الشباب لتهدئة الأمور، ولكن استعملت معه القوة كما استعملت القوة مع الشباب. بل كان هناك كذلك آخر أمام البريد المركزي من أجل المطالبة بالحريات وفتح المجال أمام الشعب الجزائري يتظاهر ويعبر بكل حرية وبكل وضوح عن مواقفه السياسية، وقد رفعت شعارات. ولكن للأسف الشديد فدار لقمان هي على حالها دائما، فجوبه بالقوة من طرف أعوان الأمن وبالضرب وبالاعتقال إلى غير ذلك. فما زال المواطنون في ولاية العاصمة لا يستطيعون أن يقومون بالتظاهر ولا يستطيعون أن يجتمعوا للمطالبة بحقوقهم في وقت ينادي بالحريات، ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي بدأت. سي الأخضر بن خلاف، ونحن على خطوة، معلش سي بن خلاف تسمعني، ونحن على خطوة من الانتخابات الرئاسية كما تفضلت وأن ذكرت. ما هي خيارات الطبقة السياسية الجزائرية خاصة المنادين لمقاطعة الانتخابات؟ هل ممكن نتصور، نحن الآن نعيش للأسف مشكل كبير في غياب البدائل، بدائل التي يستطيع من خلالها المجتمع المدني، المجتمع الجزائري، الطبقة السياسية أن تتجاوز هذا المأزق الذي زج به فيها في هذا الصراع بين أقطاب السلطة. ما هي خيارات هذه المعارضة الجزائرية؟ هل ممكن أن نتحدث الآن عن توافق لهذه المعارضة السياسية من أجل طرح يكون بديل فعلا عما يطرحه النظام؟ اليوم ذاق كل شيء، وإعلان ترشح الرئيس في الحقيقة لم يكن مفاجأة، لأنه حضر إلى ذلك ووضع خارطة الطريق منذ مدة طويلة، منذ التعديل الحكومي ومنذ التغييرات التي طرأت على المؤسسة
يبدو أنه الاحتجاجات الموجوده الان في غزه والصراع الموجود والاضرابات المتعلقه بعمال التربيه والاساس. يبدو أنه الصوت رديء نوعا ما لسي الأخضر بن خلاف، كان معنا من الجزائر وهو النائب عن الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية. شكرا جزيلا لك سي الأخضر بن خلاف على مداخلتك. أعود إلى أو أنتقل إلى سي محمد العربي إذا كان يسمعني عبر الهاتف أو قبل ربط الاتصال به. سي محمد العربي معنا؟ نعم، يبدو أن الاتصال لم يتم ربطه بعد مع السي محمد العربي. إذا أرجع ليك سي حسين معي الآن في البلاطو. ما هي السيناريوهات الآن المحتملة؟ طرحت السؤال منذ قليل على السي بن خلاف عن السيناريوهات المحتملة، وخاصة المسؤولية التي تقع على عاتق الطبقة السياسية الجزائرية. لحد الآن هذه الطبقة لم تخرج بمثلا موقف واضح تجاه ما يجري، إما أنك تجدها مثلا مع من يدعم الجناح الرئاسي، وآخرون يدعمون جناح المخابرات بقيادة محمد مدين عبر كتابات من هنا وهناك، تصريحات من هنا وهناك، لكن لحد الآن لم نجد فعلا طرح يكون بمثابة ذلك البديل الذي إن صح التعبير يخترق الصفين ويعيد الحسابات إلى نصابها الحقيقي، ألا وهي الحسابات التي تتعلق بحقيقة النظام القائم ومسائل الشرعية ومسائل إرجاع السيادة للشعب، للمدني على العسكري إلى آخره من كل هذه المقومات التي تبنى على أساسها دولة متطورة حديثة كما نرجو أن يكون شأن الجزائر. نعم، أنا أقول عندما نتكلم عن الطبقة السياسية لابد أن نتكلم عن طبقتين. أولا ما يسمى بالساسة الاحترافيون. الساسة الاحترافيون هم هذه الأحزاب التي شاركت في النظام منذ الانقلاب تاع 92، وهي الأحزاب التي لا تتحرك إلا بأوامر من النظام وخاصة المخابرات. وحنا نذكروا مليح القائد نتاع الزعيم نتاع الار سي دي اللي أصبح فيما بعد وزيرا في حكومة بوتفليقة، اللي قال باللي أنه الحزب اللي ما وراه جنرال موش حزب. إذن هذه الطبقة السياسية كلها التي شاركت في النظام في الحكومة أو في البرلمانات أو غيرها، هذه تدور في فلك السلطة وعبارة عن تشارك في المسرحية الموجودة، لكن الذي يدير الخيوط هو النظام وخاصة المخابرات. بقيت هناك طبقة سياسية غير موجودة، يعني لا يصرح لها، لا يسمح لها لا بالتظاهر ولا بتكوين جمعيات ولا بتكوين أحزاب، ومعظمها موجود، جزء كبير منها موجود من الخارج. والذي الطبقة السياسية الجديدة التي تكلمنا عنها وهم الشباب، هم البطالون الذين حملوا مشروعا سياسيا واقعيا ينطلق من الواقع الجزائري. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يسمح لهم. إذن عندما نتكلم عن الطبقة السياسية لابد أن نحدد عن من نتكلم. إذن السيناريو ما هو؟ إما أن تكون هذه فرصة ونحذو حذو هذا الشباب الذي تظاهر الأمس وقمع، وتظاهر اليوم وقمع، وتظاهر. لو ممكن فقط الأخ التقني يورينا صور المتظاهرين هذا الصباح أمام البريد المركزي لو سمحت. نعم. إذن وهؤلاء الشباب الذين تظاهروا في ورقلة وتظاهروا في غرداية وتظاهروا في أم البواقي وفي قسنطينة وغيرها من المدن الجزائرية وفي الغواط، هؤلاء أعطونا المثال على أن لابد أن ننطلق من واقع الجزائريين لنقترح حلا ثالثا، وهو لا وجود لحلم يمكن تحقيقه بوجود هذا النظام. فلا بد أن يذهب هذا النظام الآن. نعم، لا حلم. إذن ممكن أن يتصور أو يحلم به للجزائر، جزائر الغد، في إطار وجود هذا النظام. سي محمد العربي زيتوت، أنتقل ليك لو سمحت، إذا كان الخط قد تم ربطه مع محمد العربي. تسمعني سي محمد العربي؟ نعم سي محمد العربي تسمع؟ سي محمد العربي، إذا سمعت الكلام اللي كان يقوله سي حسين جيدل أنه لا حلم للجزائر في ظل وجود هذا النظام.
الكثير من الناس يتكلم الآن عن تكوين جبهة لمقاطعة هذه الانتخابات في البيانات والكتابات والتصريحات والمداخلات التي جاءت على لسان بعض القيادات في حركة رشاد كانت تدعو إلى مصطلح آخر وهو جديد على الساحة الجزائرية يسمى عدم المشاركة. ماذا تقصدون سي محمد العربي بمصطلح عدم المشاركة الذي تقولون أنه أوسع من مصطلح المقاطعة؟ نعم، لأن مصطلح المقاطعة يعني أنك ترفض هذه الانتخابات، ترفض هذه المهزلة اللي هي نعم يجب أن ترفض، لكن وتقاطعها، لكن لا يمكن إذا كنا صادقين حقيقة ونريد تغيير هذا النظام اللي الأغلبية الغالبة من الناس تتفق على أنه عصابات وعلى أنه دمر البلاد. لا يمكن أن نرفض انتخابات أو نقاطع انتخابات محسومة نعرف نتائجها أساسا ولكن نشارك في البرلمان. لا يمكن أن نقاطع هذه الانتخابات ولكن نشارك في المجالس الولائية وفي المجالس البلدية. أنا أدعو إخواني بعض الأحرار في الحقيقة قلهم داخل ما يسمى بالبرلمان وداخل ما يسمى بالمجالس البلدية والولائية أن يقاطعوا هذا النظام، أن لا يشاركوا في الأجهزة نتاعو. لا يمكن، وإلا تصبح العملية عملية صراع فقط مع جهة معينة، وصراع فقط على الكعكة، صراع فقط على النهب، صراع فقط على الأكل. إذا كان هؤلاء الإخوان اللي هم عندهم أحزاب رسمية صادقون فيما يقولون ونظنهم إن شاء الله كذلك، فعليهم أن يقرنوا الأقوال بالأفعال، وأول الأفعال أن ينسحبوا من هذه الأجهزة التي هم يعرفون، وأول من يقولون عنها أنها أجهزة فارغة، أنها أجهزة كاذبة، أنها أجهزة ليس لها أي سلطة وليس لها أي قول وليس لها أي موقف، وإنما هي في أفضل الحالات غرف للتسجيل. نحن لذلك نقول بعدم مشاركة النظام في كل أعماله، مقاطعته في كل أعماله، وليس في واقعة معينة أو في حادثة معينة، حتى لا نكون شهود زور ولا نكون جزء من التزوير والتزييف السائد في البلاد، ولا نكون جزء من الخداع والنهب القائم في البلاد. هذا الذي يجب أن يحدث، وهذا الذي تنادي به حركة رشاد وينادي به بعض الأحرار. مقاطعة النظام مقاطعة كاملة، رفضه رفضا كاملا شاملا، تغييره في سياساته، في سلوكياته، في أشخاصه، وليس القضية تغيير شخص بشخص. أنا لا يهمني أن يذهب بوتفليقة ويأتي علان أو فلان ضمن نفس الإطار، ضمن نفس النظام، نظام العسكري، نظام من وراء الستار يدير البلاد، سواء كان باسم التوفيق الذي لا يعرف له الناس صوتا ولا اسما ولا ربما إلا بعض الصورة هنا وهناك، أو باسم قيادة الأركان أو غيره. الجزائر اليوم تحكمها حفنة من الجنرالات شئنا أم أبينا، حتى وإن كان بوتفليقة نعم أيضا يشاركهم ذلك الحكم. هذا الذي ندعو له. نريد دولة مدنية حقا، نريد دولة يختار فيها الشعب أفضل ما هو موجود من الجزائريين، أكثرهم علما، أكثرهم أخلاقا، أكثرهم تربية، أكثرهم خبرة وتجربة. نريد هذه الجزائر، لا نريد جزائر التزييف والتزيير والتزوير التي تستمر منذ 92 خاصة، وإن كانت بدأت مع انقلاب 62 ولكنها عرفت منحى خطير وانحراف كبير وشامل مع 92. على الناس الذين يعترضون على هذه الانتخابات وهم في تنظيمات رسمية حزبية أن إذا كانوا صادقين حقا أن يبتعدوا ويقاطعوا هذا النظام في كل شيء ويرفضوا مشاركته في أي شيء، لأنهم يعرفون أنه مخادع وكاذب، وهذا الذي ندعو له. نعم، هذا ما تدعو إليه. إذن سي حسين تابعت مع السي محمد العربي، هذا ما تدعو إليه حركة رشاد، وبدأ يدعو إليه عدد من الناشطين السياسيين في الجزائر، ألا وهو مبدأ عدم المشاركة، عدم مشاركة هذا النظام في إذن في سياساته، في نظرته لحكم الجزائر، في ممارساته إلى آخره. هل ممكن عندك طرح دعم فيه هذه فكرة المشاركة أو عدم المشاركة؟ أنا أعتبر أن إذا توصلنا إلى هذه الخطوة وهي مقاطعة النظام، يعني الانسحاب من البرلمان، الانسحاب من المجالس البلدية، الانسحاب من المجالس الولائية، نكون قد خطونا خطوة نحو تحييد هذا النظام. فبالتالي يمكننا فيما بعد أن نفرض على هذا النظام مرحلة انتقالية ومجلسا تأسيسيا كما في تونس وكما في الدول الأخرى، أن نعود إلى إرادة الشعب، أن نعود إلى أن نسمع إلى هؤلاء الشباب
أن نسمع إلى الجزائر العميقة وليس إلى الدولة العميقة. قد يقول نعم. القائل نعم. كيف نفعل بصورة فعلا مجسدة وعملية مبدأ عدم المشاركة؟ عدم المشاركة على الناس الذين يؤمنون بالجزائر وهم موجودون في أجهزة النظام ويؤمنون بالجزائر وتوصلوا إلى قناعة أن هذا النظام أصبح خطرا على الجزائر أمة وشعبا ودولة. عليهم أن يقوموا أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن ينتهجوا هذا النهج، وهو نهج المقاطعة. نعم، المقاطعة الفعالة، أو ما يسمى بعدم المشاركة، وأن يظهروا ذلك للشعب حتى يحذو حذوهم هذا الشباب، ويحذو حذوهم المئات والآلاف والملايين من الناس الذين يرفضون هذه المهزلة، يرفضون هذا الوضع الكارثي الذي وصلنا إليه. لماذا؟ لأن دولة بمثل هذا الحجم وهي الجزائر لا تستحق مثل هذا المآل السيء بسبب هؤلاء، بسبب الدولة العميقة التي يمثلها الديارس، وبسبب الدولة الفاسدة التي يمثلها جناح الرئاسة. خلينا نسمع إذا رأي سي جمال الدين بن شنوف، الناشط السياسي والحقوقي. لا أدري إن كان الاتصال قد تم ربطه معه. سي جمال الدين بن شنوف، هل تسمعني؟ الناشط السياسي والحقوقي. لا أدري إن كان الاتصال قد تم ربطه معه. نعم تفضل. نعم، تسمعني يا سي جمال الدين؟ نسمعك أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام سي جمال الدين. سعيد باستضافتك معي اليوم هذا المساء في حصة الموعد السياسي التي نناقش فيها إذن آفاق أو المخرج الذي ممكن للجزائر أن تلجه في ظل هذا الصراع، ما بات يسمى بصراع أقطاب السلطة. كما أكيد كنت سمعت الإخوة الحضور يتكلمون إذن عن يحاولون رسم هذا المخرج إذن للوضع الجزائري. البعض تحدث عن المقاطعة، والبعض الآخر تحدث أيضا عن عدم المشاركة. سي بن شنوف، هل لما نسمع هذا الحديث نظن أنه رئاسيات 17 أبريل المقبلة قد حسم أمرها بترشح بوتفليقة؟ لماذا أقول هذا السؤال؟ لأنه البعض يقول أنه بن فليس الذي إذن قد تأهب لدخول هذه الانتخابات سوف لن يسمح أن بوتفليقة مرة أخرى يسلبه منصب رئيس الجمهورية، وهو الذي كان انهزم أمام بوتفليقة إذن في 2004. ما قد ممكن أن يعلن عن في ظل هذا الصراع، صراع أقطاب السلطة، يعلن عن مثلا، قد يؤشر عن مثلا انتخابات تكون إلى حد ما نزيهة. ما رأيك في هذه القراءة؟ نعم. السلام عليكم. نسلم على ضيافتك الكرماء الشرفاء اللي فادونا على كل حال بآرائهم. يعني أنا يعجبني الحال بزاف لما نسمع الناس كيما أخويا حسين ولا أخويا سي محمد العربي، يعني ونتساءل نقول يعني شي اللي يقولوه يعني واضح وبسيط، يعني مش يعني راح جابوه من يتكلموا في حقائق اللي ما تنجمش تدرجها بغربال. ولكن للاسف الشديد النظام هذا يعني يتصرف بواحد الصفه اللي خلانا حتى نعودنا نتسائلوا في الصحه العقليه نتاع الاعضاء نتاعو. يعني مش حنا اللي يحسبوا فينا يعني مبلعين مغلقين مدبدبين، هما اللي يعني توصلوا لواحد الدرجه تاع التفكير اللي خلاتنا حنا نقعدوا نتسائلوا عن الصحه العقليه نتاعهم. يعني خاطر الشيء هذا اللي راهو قاعد يصرى درك الان في الوقت هذا الحالي في الجزائر ما صراش في التاريخ كامل تاع البشريه. ما صارتش قضيه كيما هك لواحد يعني رهين رئيس يعني اللي ما تكلمش مع الشعب نتاعو تقريبا عامين، او غير الفم يقولها ما كانش في التاريخ رئيس اللي ما تكلمش مع الشعب نتاعو عامين. والرئيس اللي نشوفوا فيه يعني رغم راهم يديروا كلش باش يبينوه لنا يعني انسان راهو نورمال لاباس وارتاح ويكذب علينا. يعني هذاك سي سلال يقول لك على ما عرفتوش الستيل نتاعو كتبوا بيدو. لا هذيك التصريح اللي داروا فيه نهار يوم الشهي كتبوا بيدو. مع هذا احنا نعرفوا باللي هذه التصريحات وهذا لي ديكلاراسيون وهذاك جامي يديرهم الرئيس، يا دي سيرفيس بور سا، ما كانش قضيه ما عرفتش الستيل تاعو وكذا. ولكن باش نرجع للسؤال نتاعك،
وباش نجيبوا الاولى قبل التاليه، يعني سامحني اذا بشويه خرجت من. شوف، هي اولا بصفه يعني قانونيه، وبصفه دستوريه، وبصفه حتى مبدئيه، ما كان حتى حاجه تمنع الرئيس بوتفليقه انه يترشح العهده رابعه. الدستور ما يحددلوش، ما يقولوش مثلا لا دير 3 4 ما تجيبش ديرها. نعم، تم تعديل الدستور، نعم تم تعديل أيوة الدستور صح. وفتح المجال دونك لبوتفليقة الدستور لمدى الحياة. الحالي ما يمنعوش. ولكن هو في يعني المفروض قد ما تكون اعلى في التكاليف وفي المسؤوليه، قد ما تكونك في الحقيقه محترم للقوانين ولتقاليد الجمهوريه. تحب تترشح يا خويا، معليش، كون غول وكن احترم القانون، ترشح بصفه قانونيه. دابور ما كانش بروكيراسيون، ما كانش واحد يرشحك، انت اللي ترشح نفسك، وانت اللي تعلنها بصفه علنيه، وانت اللي تخطب للامه. مادام راك رئيس، ماكش مترشح ما بين المترشحين، راك رئيس حالي، راح تكون حتى ضامن في نظافه الانتخابات هذه اللي راح تدخل فيها. دونك لازم انت تخاطب الامه، ثم كما يقول لك الاخر تهنيهم، يعني ما يبقوش خايفين مادام شافوك راك في حاله، يعني راك في حاله. كاين الناس اللي يبكاو عليك، كاين الناس اللي لاموا خوك يقولوا هذا اخوه، هذا مش بنادم، هذا مش عبد، هذا سام مونستر اللي خوه ما رحموش. فهمت؟ دونك قنع الناس هذم وهنيهم وقول لهم ما تخافوش، وراني في صحه جيده، وانا اللي نعلن عن الترشيح نتاعي، ما يعلنش عليا كذاب ولا كذابه واحده اخرى. ونطلع كما درت العهده الاولى والثانيه والثالثه، نطلع على الدروج لي زيسكاليي تاع المينيستير دو الانتيريور، ونروح نجبد لي فورمولير نتاع لا كونديداتور ونسنيي، ولي كاميرا تاع التلفزيون تاعهم يتفيلمي، ثم ندير تصريح هكا. داكور، ولو يعني في المبدا ماناش موافقين، خاطر شي ما دارش الخير في البلاد هذه. سي بوتفليقه مهما راهم قاعدين يطبلوا لنا، عاود من اللي جا بوتفليقه والبركه معاه وبطاطي ولي زوطورود، حنا نعرفوا الحقيقه اللي مدرقه وراء هذا الخير هذا. الحقيقه اللي مدرقه وراء الخير هذا هو انهم صرفوا تقريب 800 مليار دولار، 800 مليار دولار، ما بين 700 و 800، منها شراو ب 100 مليار دولار اسلحه. ولما نقول 100 مليار دولار اسلحه، صافدير اللي يعرف الميدان هذا يعرف قداه داو هما لي كوميسيون لي اون مليار دولار، مش اون مليون دولار. هذه 800 مليار دولار تمدها لاخر بلاد في العالم اللي طايح خلاص للظرف، وتجيب له ناس حكماء تعطيهم 800 مليار يرجعوه في 15 سنه هذه، يرجعوه بلاد متقدم. 800 مليار دولار وغير الفم يقولها. دونك الشيء اللي بنيته والشيء اللي تنشأ والشيء اللي درت سيريان، داير الشيء اللي درتوه كل بروفيتيتو منه. كان لوطوروت كليتو منها، كان الطوموبيلات اللي جبتوهم، توت لي كونسيسيون تاع الطوموبيلات اللي يدخلوا الجزائر تاع جنرالات، سي بشنوف، سي بشنوف، باراج هكذا انتم كليتو منها، انتم اللي جبتوا الكوميسيون. لا ادري كنت تسمعني. نسمع بك مليح. نعم سي بشنوف، هذا اذا هو الواقع، واقع المعاش. نعم هذا هو الواقع المعاش الذي تعيشه للأسف الجزائر. في ظل كل هذه الأمثلة التي تفضلت بذكرها، ممكن أطرح عليك نفس السؤال الذي كنت قد طرحته للإخوة الحضور الكرام. ما هو المخرج الآن؟ مخرج ليك أنت كممثل مثلا عن هذه الطبقة السياسية أو الناشطين السياسيين الذين ينشدون التغيير في الجزائر، ما هو هذا المخرج في ظل حديث مثلا عن مقاطعة الانتخابات أو مبدأ عدم المشاركة أو اللا تعاون الذي يطرحه البعض الآن؟ سي بن شنوف، كيف قراءتك لهذا المخرج؟ نعم، شوف في الحقيقة دابور باش نفرقوا بين ابستونسيون وبويكوت اكتيف، كاين فرق كبير.
هذه يعني ولو موش سي با لو سوجي دو لور. نعم في عجاله لو سمحت سي بن شنوف لانه فعلا ما بقالناش بزاف الوقت. معليش. طيب هو لازم نعرفوا باللي الشعب على كل حال الحكومه هذا النظام هذا ما نقولوش الحكومه هذا النظام هذا قفل عليها دار لها صحراء سياسيه. الاحزاب اللي قاعده تنشط في الميدان تاكل عند تغمس في القصعه نتاع النظام. الناس النزهاء نظاف عزلوهم من الساحه ما ينجموش يتكلموا. ما كان حتى قوه نظيفه لغدوه الشعب قادر يتلف حواليها باش يطالب بحقوقه. كارثه كبيره. خلاو ما خرج واحد للشعب هذا واش اذا يعني غدوه يحب يعبر عن ارادته بصفه ما يعني باش يطالبهم ما يطبقوش عليه هذه الكارثه هذه. خلاو له غير طريق العنف. تسمى علاه خلاو له غير طريق العنف. ما تنجمش تتكلم سياسيا وما تنجمش تتظاهر وما تنجمش تخلق قوه سياسيه نظيفه اللي تمثلك. بصح تقدر بالعنف تحرق وتقتل وتكسر باش يخوفوا بك الشعب يقولوا راح يدير لكم كيما سوريا راح يرجعوكم كيما ليبيا راح يرجعوكم العشريه الداميه. دونك انا باش ما نكثرش عليك الحديث على بالي الوقت تاعكم محسوب. هو كاين حل وحيد وانا تكلمت مع سي محمد العربي زيتوط ومع سي حسين جيد الله معاكم. كاين حل وحيد هو انه كل القوى النزيهه النظيفه اللي تحب البلاد واللي ما تبيعش المستقبل تاع اولادها خاطر اولادنا راح نبيعوا المستقبل تاع اولادنا هما غدوه راح يهربوا لما تطيح الضاله يهربوا كلش واجد لولادهم والولاد ولادهم ما يخصهم الريح ما يقيسهمش عندهم كل ما يخصهم عندهم 30 ثانيه سي بن شنوف. نعم. كملت. الحل الوحيد هو انه يكون اتحاد تاع القوى الحيه لهذه البلاد وهذا ما كان. والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك سي حسين بن شنوف. اذا اللي حاول جمال الدين بن شنوف عفوا المحلل السياسي الناشط السياسي والمحلل السياسي تحدث اذا عن حاول ان يرسم اذا مخرج لهذا هذا الوضع الذي تعيشه الجزائر وتحدث عن توحد هذه الطبقه السياسيه من اجل ان تكون فعلا بديلا لما يطرحه النظام. ويبدو أنه ما يطرحه الآن هو قد يكلف الجزائر يعني الكثير لا سيما ولما نسمع علاش نقول سابقة من نوعها فعلا يعني لا في تاريخ الجزائر ولا في تاريخ الأمم. نتحدث الآن عن من يتحدث عن مسألة شق صف الجيش. أحيلك ممكن سي حسين على تصريحات الجنرال المتقاعد بن حديد الذي قال بصراحة. نعم. وشفنا أيضا في كتابات شفيق مصباح الذي كان أيضا محسوب على المؤسسة العسكرية لما يتحدثون مثلا عن إمكانية شق صف الجيش. يعني يقول لك قائل تهكم الحزين يقول لك قائل أنه إذا اتفقوا فهي محاصصة لثروات البلاد وإذا اختلفوا فهي عدم استقرار فهو تهديد بزوال الأمن تدخل الناتو إلى آخره من هذا الكلام. أنا أقول باللي أن هذا السيناريو الكارثي لا أتوقعه إطلاقا. لأن من باب التخويف جنرال بن حديد الذي فهمت أراد أن يدافع عن توفيق فجلب له الكثير من المآسي وقام بالتصريحات جاء يسميه روبوكوب وهو الذي هدم المنازل الناس في شهر رمضان وهم على بشار. نعم عندما كان على رأس الولاية في بشار. جاء يخوف. هذا جاء يحمل رسالة لممارسة التخويف والتهديد رغم أنهم إذا وصلوا إلى مأزق فإنهم لن يتوانوا لحظة في أن يدفعوا بالشعب إلى الهلاك. يعني وهذا هو السيناريو الذي حذرت منه أنه بلطجية الDRS يدخلون في صراع مع بلطجية الرئاسة وأصحاب الشكارة وهم الناس الذين ينادون بعهد رابعة ليستمر النهب والسرقة وجماعة الDRS الذين يريدون أن تكون لهم الكلمة الأخيرة ولهم بلطجية ولهم جيش من البلطجية فيدخلون في هذا الصراع وسنرى ربما أمواتا وجرحى وكذا. لكن أن ينشق الجيش فهذا أمر مستبعد جدا. لماذا؟ لأن الجيش الآن معظم قيادة الأركان
في جانب بوتفليقة والديارس. لو كان للديارس هذا قيادة الحل، الأركان تحدث على قادة النواحي العسكرية. قادة النواحي العسكرية وهم الأركان. نعم قادة النواحي العسكرية، وأهم شيء في الجيش لأن الجندي الدبابة. البسيط الدبابة. الجندي أيوة. البسيط هو يتلقى أوامره من لكن قائل الآخر. يقول لك أنه مش فقط الدبابة توفيق عنده، قالها بن حديد وقالها آخرون، وش عنده؟ قالوا عنده كورونيل وعنده ضباط في كل مكان حتى في عنده المقاهي. نعم، ولكن إذا وقادر كان أنه يفعل أزمات. نتكلم نعم عن يمكن أزمة أن حليب، يحدث نتحدث الشغب. على غرداية، قلتها البارحة، يمكن للديارس أن يحدث الشغب ويخلق بعض القلاقل، لكنه لا يمكنه أن يواجه دبابة قيادة الأركان. الآن الدبابة التي تحسم العملية في الساحة مع رئاسة الجمهورية. نعم. فإذا هذا السيناريو الكارثي المراد منه فقط التخويف. ولكن أمر آخر إذا حدث وهو أمر مستبعد، الشعب لابد له أن يقول نحن لا علاقة لنا بهذه الحرب، أنتم تتقاتلون من أجل البقاء في الحكم وليس تتقاتلون من أجل الجزائر. فإذا على الشعب أن يأخذ كلمته وأن يخرج للشارع ليضع حدا لهذه الكارثة التي نراها ربما تحدث لا قدر الله. وقت الحصة فعلا ضيق سي حسين، كان بودي أن أفسح مجال أكثر يعني، وفي نقاط كثيرة جدا متشعبة في هذا لرسم هذا المشهد وفهم هذا المشهد. سي محمد العربي زيتوت، لا أدري إن كان يسمعني. نعم سي محمد العربي زيتوت، تسمعني؟ نعم اسمعك. هل من خطاب سي محمد العربي غير كما قال السي حسين خطاب التخويف والتهويل الذي يحاول البعض إذن الترويج له؟ نعم، نحن لا تعنينا حرب العصابات، هذه حرب المافيا بين الذئاب والضباع الذين ظلوا يأكلون وينهبون أموال البلاد، ظلوا عندما يتفقون ينهبون وعندما يختلفون يحاولون أن يرعبوا الشعب. خلاص انتهى ذاك الزمن، انتهى ذاك الزمن، لن يعود ذاك الزمن. الناس ما عادش تخاف منهم وما عادش تخاف من هذا التخويف اللي يحبوا يخلقوه لنا، والرعب والبعبع اللي يحبوا يخلقوه لنا. خلقوا لنا بعبع بالإرهاب، مرات يخلقوا لنا بعبع بالقبائل، مرات بني مزاب، مرات كل مرة يجيب لنا بعبع ويخوف به الشعب. انتهى هذا الوضع. اليوم لابد للقوى الحية لهذا الشعب، لابد للشعب عموما والقوى الحية خاصة، كما تفضل خويا جمال الدين وكما تفضل أخ حسين وكما تفضلوا، لابد أن يجتمع الناس على كلمة سواء. بلدنا يغرق، بلدنا اليوم في الاستعمار، عاد حقيقة. الطائرات الفرنسوية ماهيش كلام، مرت على الحدود ولا زالت تمر، والجيش الفرنسي موجود على حدودنا ويدخل احيانا لاراضينا، والطائرات الامريكيه فوق سمائنا، واموالنا عندهم ضايعه في بنوكهم ولا نعرف عليها شيء، والشعب عايش اغلبيته في فقر وفي حزن وفي مشاكل ليس لها حدود. علينا ان نسترجع هذا الوطن اللي ضحوا من اجله الملايين عبر التاريخ، ولن يكون ذلك فقط بحديث المقاهي أو الاستماع إلى الجرائد أو إلى القنوات. لابد من عمل فعلي حقيقي، العمل الأول 30 ثانية سي محمد العربي. نعم في عجالة سي محمد. إلى الشارع ليقولون كفى. نعم تفضل بتعداد هذه النقاط لو سمحت سي محمد العربي في 30 ثانية لأن الوقت ما بقاش. نعم، أول حاجة أن الناس يتفقوا على هذا النظام. كل النظام يجب أن يرحل، ليس بوتفليقة هو المشكلة فقط، هو عارض وهو جزء من المشكلة، ولكن النظام كل النظام لابد أن يرحل. لابد من بناء نظام شرعي حقيقي دستوري، ولابد من قيام هذه الجمهورية الثانية إذا شئنا أو الدولة المدنية إذا شئنا، وأن يكون ذلك عبر مظاهرات سلمية. يخرج الناس في مظاهرات سلمية يقولوا بركات من 22 سنة، بركات من هذا النظام. هذا هو في نهاية المطاف، ما فيش معجزات أخرى. إذا لم يتحرك الناس سلميا فستأتي لحظة معينة ويتحرك بعض الناس بالسلاح، ويومها تغرق الجزائر كما غرقت في التسعينات. لا قدر الله. شكرا جزيلا لك سي محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد، كنت معنا على المباشر عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك سي حسين جيدل على مشاركتنا هذه الحصة في هذا المساء. الشكر موصول أيضا إلى السي جمال الدين بن شنوف المحلل السياسي، وأيضا السي الأخضر بن خلاف النائب عن كتلة جبهة إذن العدالة والتنمية. شكرا جزيلا لكم جميعا. بهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا لهذه الأمسية، حصة الموعد السياسي لهذا الأسبوع. موعدنا بكم يتجدد إذن مع حلقات وحصص أخرى
لرسم وفهم أعمق لهذا المشهد السياسي الجزائري الذي يأخذ إذن في التسارع مع مرور الأيام، وخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة. شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.